ها انايا لالا اللي ما كيصدقش معاه الكسكسو وما كيجيهاش ديك المريقه ديالو خاطره وهكا اللون ديالها حميمر. جبت لك اليوم كسكسو بجوج ديال الفورات كيجي معلك. ما نعاودش لكم واحد المريقه ديالو مدغمره. ان شاء الله جربوه وردوا عليا الخبار. المهم كيف العاده الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك غير باش تحفزوني وهكا الفيديو كيطلع، وكذلك واحد بارطاج باش تعم الفائده على الجميع، وتعليق ولو بنقطه. المهم اللي شافت الفيديو البنات الله يخليكم كثروا ليا من التعاليق ولو بنقيطات، هكا كتحفزوا داك الفيديو كيطلع لبزاف ديال الناس باش هكا كيستافدوا يعني كاملين. المهم غادي نخليكم مع الطريقه ديال التحضير واستعراض المقادير في نفس الوقت. واول حاجه في واحد الطنجره اولا كبريمه اللي كنديروا فيها الكسكسو ديالنا عاده كندير يعني طريفات ديال اللحم اولا ديال الدجاج اللي متوفر غادي ديروه نتوما. المهم بنفس الطريقه غتخدموا لا اللحم ولا الدجاج. انا هنا عندي اللحم كنطيبو غير في البرمه الصراحه كيجي فتي زبده. المهم ما كنحتاج لا كوكوط لا حتى شي حاجه. قطعت عليه واحد البصله هكايا اللي كتكون متوسطه، قطعتها هكا شرائح اولا جنيوحات، وغنقطع جوج حبات ديال الطماطم غنقطعهم بالقشره ديالهم. بطبيعه الحال حنا كنغسلوا الخضر ديالنا مزيان من الغبره ومن جميع يعني داكشي اللي كيكون لاصق فيهم صافي، وكنقطعهم. بالنسبه للطماطم حاولوا انكم تزولوا لهاديك الزريعه اللي كتكون في الوسط، يعني كتعصروها واحد شويه وهكايا كتديروها بالقشره ديالها باش في نفس الوقت ما كيجيكمش داك الكسكسو يعني المذاق ديالو محمض. هنايا غنضيف التوابل، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، القليل من الملح اللي كتبقى حسب الذوق، نص معلقه ديال الابزار، وغنضيف واحد ربع معلقه راس كيف ما لاحظتوا معايا ديال الملون الاصطناعي، معلقه صغيره ديال السمن الطبيعي اللي ما متوفرش عليه يضيف غير ضامه ديال السمن. صافي كنضيف واحد نص كاس ديال الزيت، غير زيت عاديه بغيتو تضيفوا حتى زيت الزيتون ممكن. المهم غادي نحاول نخلط دوك المكونات مزيان، غادي نردهم كيتقلاو بهذا الشكل هذا. صافي بعد ما غادي يتقلى لنا كلشي مزيان فانا غنضيف ليه الماء هكا اللي كيكون غليان مع الحمص لي شو كنغسلو مزيان، الفيتات وكذلك الجزر، ونسيت كذلك واحد القبيطه ديال القزبر ومعدنوس اولا ممكن تقطعوا قزبر ومعدنوس. هنا خديت نص كيلو ديال الكسكسو اللي الحجم ديالو هكايا رقيق، ضفت ليه واحد جوج معالق حتى ل3 المعالق ديال الزيت، وضفت معاه شويه ديال الملحه، وغادي نحاول نبسو مزيان حتى كيتبسس لينا ديك الكسكسو بالزيت. وغنضيف كاس ديال الماء، كاس كامل ديال الماء اللي بارد من الصنبور اولا عادي من الصنبور، غنخليه يعني غادي نبلو مزيان ونخليه كينشف واحد الدقيقه، عاد غنرجع ليه نعاود هكا ينفكو مزيان. كيف ما كتلاحظوا راه كيتفكك بكل سهوله. صافي من بعد غادي نديرو في الكسكاس، غادي نفورو لمده ديال 20 دقيقه. هاد الكسكسو كيبغي يفور باش هكا ما كنكثروش ليه العدد ديال الفورات. يعني بالنسبه للفوره الاولى بزاف ديال البنات كيقولوا كيتعجل ليهم لانكم كتكثروا الماء البنات، فحاولوا ديروا غير كاس راه كافي. صافي كنحطو يفور لمده 20 دقيقه. هنا كيف ما لاحظتوا خليته 20 دقيقه. بالنسبه للبنات المبتدئات الا بغاو يحسبوا مثلا، انا راه كندير عيني ميزان يعني كنخليه يفور مزيان وكنحيدو. هنا رجعته للقصريه ديالي وغادي نضيف ليه في الاول يعني يعني بدايه غنضيف ليه كاس ديال الماء. كنعبر معكم بالكاس ديال العنبه. غادي نحاول نبرد هكا الكسكسو ديالي مزيان وغنضيف الكاس الثاني ديال الماء. هانتوما كيف ما لاحظتوا فانا الفوره الاولى ما كنعطيهاش الماء اللي لاحظتوا معايا انني ضفت غير كاس. اما الفوره الثانيه هنايا راني ضفت جوج كيسان غنخليه ينشف مزيان، عاد غنقول لكم شنو غنديروا من بعد. هنايا المريقه ديالي راني ضفت ليها هكايا واحد 3 الحبات ديال الطماطم اللي حيدت منهم ديك القشره والزريعه، وضفت القريعه الحمراء بطبيعه الحال مطيشه راه حكيناها، وغادي نسد عليهم على نار مهيله ونخليهم حتى يبان ليا دخل ديك القرعه الطياب، عاد غادي نضيف الكسكسو يعني يفور. هنا الكسكسو ديالي بعد ما خليته حتى نشف مزيان وبرد تماما غنرجعو للكسكاس وغادي نديرو يفور المره الثانيه.
صافي المره الثانيه غادي يفور لمده ديال 20 دقيقه اخرى. بالمجموع كياخذ ليا كسكسو 40 دقيقه، يعني بالمجموع 40 دقيقه. كيكون الكسكسو ديالكم واجد، الحماض طابو، يعني جربوا هاد الطريقه وردوا عليا ان شاء الله الخبر. هنايا غادي نبدا كنسقي في داك الكسكسو ديالي اولا كنوجد فيه في القصريه اللي تبغوا تقدموا فيها. هنايا غادي نحاول انني ندير الكسكسو هو مازال سخون، باش ما كيف ما كنقولوا باللغه ديالنا باش ما كينفرش، يعني كيولي الكسكسو في جهه او البلول في جهه. كنسقيوه هو مازال سخون، كنضيف ديك القريعه ديالي في الجنيبات، وكنحط اللحيمات في الوسط والخضره كتبقى من الفوق. بالنسبه للبنات اللي قالك الخضره يعني كطيب لهم اكثر من القياس، حاولوا البنات بالنسبه للخضره اللي كتبان لكم يعني كطيب بزاف مثلا الخيزو، حاولوا ما ديروا حتى الفوره الثانيه مع القريعه باش هكا كيطيب وكيبقى شويه شاد في راسو. صافي هنا قدمت معكم الكسكسو ديالي، نخليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.